بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم طبق سهل ومميز جدا، مكرونة الانسجام. بس هنكمل الأول جزء من قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وقفنا في الفيديو اللي فات ان استمرت الدعوة 3 سنين سرا، وبعد كده نزل له سيدنا جبريل وقال له ان ربنا امره ان هو يخلي الدعوة عامة او علانية للناس كافة. فطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم على جبل الصفا، وده بالقرب من الكعبة، وقال لهم يا قوم، جمعهم يعني نادى فيهم وقال لهم يعني ايه رأيكم لو انا قلت لكم ان في خيول وجيش ورا الجبل ده وهيهجموا عليكم؟ هتصدقوني؟ قال لهم هتصدقوني؟ قالوا له احنا ما علمناش عنك الكذب قبل كده. فقال لهم طب والله اشهد اني لرسول الله. طبعا فكذبوه، ما صدقوهوش. وهكمل معاكم جزء في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنقول بسم الله. انا عندي هنا حوالي كيلو بصل، انا كنت جايبه 4 بصلات بس زودت بصلتين كمان. كيلو بصل، ويفضل ان هو يكون البصل الاحمر، بيكون احلى في الوصفه بتاعتي دي. هقطعه طرنشات كده زي ما انتم شايفين. الطرنشات عايزاها تبقى مش عريضه، يعني رقيقه كده، عشان لما تتحمر تبقى مقرمشه معايا، مش طريه ومش مجلده. هحاول افكك البصل كده، وحاطه طبعا حبه زيت على النار، شويه زيت حلوين كده عشان هستعملهم في الاكله كلها. هبتدي بقى انزل بالبصل، وطبعا انا كده معليه النار، وبفكك في البصل برضو زي ما انتم شايفين كده، وبحرف المعلقه برضو بقعد افكك فيه. هخليه على النار العاليه حوالي 5 دقايق. في ال5 دقايق دول بكون فككت البصل كويس، وبتاكد ان البصل كله بقى متغلف بالزيت، وان الزيت بتاعي سخن تاني، لان البصل لما نزل فيه برده. ههدي النار بقى عليه، وهجيب رغيفين كده. كان عندي رغيفين شامي كنت شايلهم بصراحه اعملهم مع الكشري، فطلعتهم. هي المكرونه دي بتتقدمش مع عيش، بس انا عملت معاها العيش وطلع معاها حلو يعني. طلعت العيش الشامي وهو متلج كده، قطعته. بيبقى سهل وهو متلج انك تقطعيه وانت مطلعاه من الفريزر يعني. من وقت للتاني بقلب في التقليه او في البصل. قطعت العيش زي ما انتم شايفين كده، لقمه على قد قطمتين او 3 مش اكتر. من وقت للتاني بقى بقلب في البصل. انا بقفش جنب البصل، انا مهديه عليها النار، هفضل مهديه عليها النار لغايه ما تخش في اللون الذهبي. يعني بقلب البصلة مرة، وقطعت العيش بقلبها تاني، وبغسل الطماطم وبضربها في الخلاط. مبفضلش واقفة طبعا، لو انتي معلية النار بتفضلي واقفة جنبها على طول. انا بقى هقلب فيها لغاية ما وصلت للون اللي داخل على الاحمرار ده كده. هنزل بقى بنص معلقة الملح. نص معلقة الملح دي بتعمل معايا ايه بقى؟ بتسرع تحمير البصل، وبتدي البصلاية كمان طعم مالح كده حلو. عليت بقى النار عشان البصل ما يشربش زيت. عليت النار في المرحله دي. هبتدي اطلع البصل بعد ما احمر بالشكل ده. انا مش عايزاه الذهبي، عايزاه الذهبي المايل للاحمرار. زي ما انتم شايفين كده، انا طلعته في مصفى، مش على مناديل مطبخ ولا على ورق عشان ما يطرش معايا. هنزل بقى بالعيش الشامي بعد البصل. طب ما نزلناش بيه قبل البصل ليه؟ البصل هيدي العيش طعم حلو قوي، والملح اللي انا حطيته في الزيت برضو بيدي العيش طعم حلو. حمرت العيش الشامي كده زي ما انتم شايفين. هطلعه بقى على مناديل مطبخ، واحمر رغيف بلدي كمان جنبه عشان اللي بيحبش العيش الشامي. نزلت بيه بعد العيش الشامي كده زي ما انتم شايفين. هطلعه بقى. الزيت بتاعي هو هو زي ما انتم شايفين كده. انا كده يبقى حمرت البصله وحمرت العيش، وهعمل بقيه الصلصه بتاعت المكرونه في نفس الحله. ده العيش بعد ما طلعته. هنزل بقى ب3 4 معالق سكر كده بسم الله. هكرملهم في الزيت. طبعا في المرحله دي خلي بالك لان لسعتها وحشه قوي. هقلب كده لغايه ما السكر يوصل للون البني زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بمعلقتين معجون طماطم، اللي هي صلصه البرطمانات، ودول مهمين بيدوا طعم حلو قوي. انا السكر اللي حطيته ده بقى بيعادل الملوحه بتاعه الصلصه. هقلبها مش اقل من دقيقتين عشان اطلع المواد الحافظه اللي فيها. وهنزل عليها بقى بعد كده بشفشق طماطم بسم الله. انا الكميه دي بتقضي معايا كيلو مكرونه. عندي التوابل بقى فلفل اسمر وبابريكا وكزبره وكمون وشطه، ونص معلقه السكر. برضو احنا حاطين 3 معالق سكر، بس برضو نزلت بنص معلقه سكر. واحط الملح العادي بقى بتاعي. كل واحد بيظبط الملح بتاعه طبعا زي ما هو عايز. ههدي النار عليها. حبيت بس اسمعكم صوت البصل مقرمش معايا ازاي. لازم البصل يكون مقرمش عشان لما تفرميه يعني يتفرم معاكي سهل. هحاول احط العيش في حروف المصفى كده برضو، علشان لو في زيت يتصفى منه.
هحط شويه وهشيله تاني. المكرونه دي من الاكلات الحلوه قوي والسريعه كمان، والاطفال هيحبوها والكبار كمان هيحبوها قوي على فكره، وموفره معاكي، يعني مش محتاجه جنبها لحمه، مش محتاجه جنبها فراخ، اي حاجه خالص، هي تتاكل كده بس لوحدها بيبقى طعمها جميل جدا. كده الطماطم اتسبكت معايا، انا طفيت عليها طبعا لاني لو شلت الغطا وهي بصراحه وهو لسه النار عليها يعني كانت هتبهدل الدنيا. اتسبكت معايا بقى كده زي ما انتم شايفين. هعمل بقى الدقه. عندي هنا معلقه توم مفرومه، ومع نص معلقه كمون، نص معلقه ملح، نص معلقه شطه، وحبه فلفل اسمر صغيرين، وهعصر ليمونه، وهحط معلقه خل كبيره، وهكمل بقى الباقي ميه. كله على البارد كده، انا ما رفعتوش على النار خالص. انا الخل نزل مني زياده شويه فهزود في الميه تاني. هقلب بس الاول كده الملح والكمون والفلفل الاسمر والشطه مع بعض، والليمون والخل كمان. هكمل بقى حبه ميه، وكده بقت الدقه معايا جاهزه. هعمل بقى الشطه، يا دوبك معلقه شطه ناشفه، وهحط عليها حبه من الصلصه اللي انا عاملاها، ما بعملش اكتر من كده. يبقى انا كده عملت الشطه بتاعتي وعملت الدقه خلاص. البصل بتاعي بقى او التقليه اللي انا محمراها الكميه الحلوه دي هعمل فيها ايه؟ هفرمها في الكبه او هفرمها بايديا او هحطها في كيس كده اسهل لي. صلي على بسم الله محمد. كده. هعبيها جوه الكيس تلاجة. زي ما انتم شايفين كده ان هي في المصفى لسه مقرمشه معايا برضو، ما جلدتش مني ولا طريت خالص. المصفى برضو احسن بصراحه من مناديل المطبخ، واحسن من الورق. هبتدي بقى افركها بين ايديا او هفرمها، يعني اعمليها انت بالطريقه اللي بتحبيها في الكبه او بين ايديكي كده زي ما انا هعمل في كيس تلاجة، زي ما تحبي. انا عملت فيها بايديا كده شويه لقيتها ما اتفرمتش قوي، فهكمل بايدي الهون عندي. زي ما انتم شايفين كده يعني اتفرمت شويه بس ما نعمتش قوي. هكمل بقى ادق عليها كده بايدي الهون. ممكن تحطيها في الكبه برضو هتنعم معاكي، وممكن تفركيها بين ايديكي زي النعناع كده هتنعم معاكي. اوريكم بقى شكلها. نعمت معايا كده زي ما انتم شايفين. هاخد حبه بقى كده في بوله عشان احط برضو على وش المكرونه، بتبقى شكلها حلو وطعمها حلو قوي. الصلصه بتاعتي بقى اهي بعد ما هديت شويه، هنقص منها شويه عشان مش كله هياكل دلوقتي. المكرونه دي برضو مش عايزه تتقلب الا ساعه التقديم، فانا هقلب للجزء اللي هياكله، واللي الباقيين يعني هبقى هقلبها لهم يعني في ساعتها. ولعت عليها تاني بقى، شغلت عليها النار تاني، وحطيت التقلية زي ما انتم شايفين كده. هسيبها حوالي 5 دقايق لغاية ما البصلة تشرب من الصلصة وتختفي كده كده في الصلصة خالص. هبتدي بعد كده انزل بقى بالمكرونة. بسم الله، اي نوع مكرونة عندك او اي نوع مكرونة بتفضليها تحطيها. هقلبها تقلبتين بس مش كتير، عشان ما تعجنش مني وعشان ما تطراش. وهبتدي بقى تحطيها في طبق، هتحطيها في بولة. انا شايفة ان البولة قريبة شوية من علب الكشري او من اطباق المكرونة اللي بنجيبها من بره الجاهزة يعني. احط على وشها بقى شوية تقلية كده من اللي انا كنت شايلاهم، واحط عليها شطة او صلصة، كل واحد حسب ما بيحب بقى هيحط. زي ما قلت لكم يعني قلبوا الكمية اللي هتتاكل، ما تقلبوش المكرونة كلها وتركنوها، هتشرب الصلصة وهتتكسر منك بعد كده او هتتعجن مش تبقى لطيفة يعني. حطي على وشها معلقة صلصة كده،
بضطر التقليه شويه. بتحسي ان التقليه دي بصراحه عامله زي اللحمه المفرومه، يعني لو انتي ما قلتيش دي تقليه هيحسبوها معاكي لحمه مفرومه. بيبقى طعمها حلو قوي وبتدي تسكيره حلوه قوي. البصل عموما بيدي تسكيره للاكل. وده العيش اللي احنا حمصناه مع بعض، والدقه والشطه. ودول صباعين كفته كانوا فاضلين من قبلها بيوم، محدش بصلهم طبعا. جنب المكرونه دي محدش بيبص على اي حاجه تانية. وفي ناس برضو حبوا ياخدوها في الطبق كده، او انا حطيتها لكم في الطبق عشان تشوفوا شكلها كده برضو. وبتمنى ان شاء الله ان وصفتي النهارده تعجبكم، وبألف هنا.